السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. هنعمل مع بعض النهاردة المكشكشة او الجلاش الحلو بس بطريقة مختلفة شوية. اول حاجة هنحتاجها مع بعض لفة من الجلاش وصينية مدهونة سمنة او زبدة. طبعا لو سمنة بلدي افضل. هنحتاج لفة الجلاش بقى نطلع منها ورقة ورقة كده. نتنيها على بعض، نعملها زي المروحة كده زي ما انتوا شايفينها كده وترصيهم جنب بعض. اهم حاجة تبقى الصينية معايا صينية مستطيلة عشان نرصهم جنب بعض، نعرف نحطهم جنب بعض زي ما انتوا شايفينها كده. بعد كده نحضر معانا بقى شوية من السمنة، نسيحهم وندهن ما بين كل طبقة والتانية بالسمنة. اهم حاجة ان انت يعني تدهني ما بين كل طبقة والتانية علشان خاطر تورق معاكي وتدي التوريقة المطلوبة يعني، او تدي الطبقات المطلوبة يعني. طبعا نكون مسخنين الفرن قبل مسبقا على درجة حرارة 200 لحد ما نخلص بقى الجلاش بتاعنا. ناخد بقى مسحة على الوش كده كله، وبعدين نظبط بقى الورق بتاعنا يعني، ونشوف بقى الحاجة اللي انتي مش دهناها تدهنيها تظبطيها بحيث بقى ان كله يكون واخد من السمنة ويكون الشكل كده تمام. دخليها بقى على الفرن على الشبكة في النص حوالي نص ساعة، تكوني بقى عملتي الطبقة التانية بتاعتنا. عبارة عن كوبايتين من اللبن وكيس كريم كراميل. ندوبهم الأول على البارد وبعد كده نحطهم على النار لغاية ما تغلي معانا زي ما انتوا شايفين كده، وبعدين نطفي عليه. اول ما نطفي عليها يكون هو بقى يعني الجلاش خلاص اخد نص لون كده، يعني ما ياخدش السوا كامل. نغطيها كلها بالكريمه بتاعتي وزي ما انتوا شايفينها، ونحاول يعني نغرقها بيها كده يعني، تهزوا الصينيه يمين شمال كده يعني. وبعدين ترجعوا تاني تحطوها في الفرن. تاخد وش من فوق ومن تحت لون، تاخد لون من تحت ووش من فوق زي ما انتوا شايفين. وبعد كده بقى تحطوا الشربات البارد التقيل. طبعا اللي محتاج زي طريقة الشربات موجودة على الصفحة بتاعتي. ونزوقها بأي حاجة، وطبعا يعني بالسوداني وجوز الهند بمكسرات بأي حاجة موجودة عندك حابة تزوقها، أو ممكن تسيبيها كده عادي. انا حبيت ازوقها بسوداني وجوز الهند وبكيس كراميل اللي موجود مع كريم الكراميل برضو، عملت بيها خطوط كده. ده شكل تحفة، تنفع للضيوف، تنفع يعني في اي مناسبة، طعمها وشكلها تحفة وطبعا مختلفة عن التقليدية بتاعتنا يعني. وبألف هنا. لو وصلتوا لحد هنا ما تنسوش تحطوا لايك وسبسكرايب. شكرا.